السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات سلمى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر ابوني مع الضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصوب واحد المخيمات مقليين في الزيت على شكل بانيه كيجيو لذاذ بزاف. غنحتاج فيهم 500 غرام ديال الفينو اولا القمح الصلب، 500 غرام ديال الفورز، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال البيكن باودر او خميره الحلوى، والملح، ومعلقه صغيره ديال الزبده، والماء يكون دافي باش نعجنوا به العجين. غندير جميع العناصر، دقيق، الفينو، وغادي نضيف الخميره، البيكن باودر، الملحه، والسكر سنيده، وغنضيف معلقه ديال الزبده. هاد المخيمرات كيجيو لذاذ بزاف ومنفوخين، كيجيو روعه. كنعجنهم عادي بالماء دافي حتى كنجمع العجين. من بعد ما جمعتها كندلكها جيدا وكنخليها نغطيها بواحد المنديل ونخليها تخمر. من بعد ما خمرات ها هي غادي ناخذ نقسمها على 3 كورات كبار، وغادي نديرها في الدقيق القمح اولا دقيق الفورز. من الاحسن يكون دقيق الفورز، انا درت القمح. كنورقها جيدا بحال كنصايب البانيه. وكنجيب القطاعه وغادي نبدا نقطع المخيمرات. وغادي نديرهم في واحد المنديل ونخليهم يخمروا لمده 15 دقيقه، ونسخن المقلاة فيها الزيت ونبدا نقليهم. غادي نحط المخيمرات ديالي على هذا الشكل، وغادي نجيب واحد المعلقه ونبدا ناخذ الزيت ونوضعه فوق المخمار باش يتنفخ ليا. كيف ما كتشوفوا كنخوي عليه الزيت من الفوق باش يتنفخ على هذا الشكل. وانا كنقلي كيف كيجي اللون ديالهم ذهبي وزوين. كنبقى على هذا الشكل حتى نقلي المخيمرات كاملين. من بعد ما قليتهم كيجيو على هذا الشكل منفوخين. دابا غادا نحلهم وغادي ندير ليهم الكونفيتور. انا درت الكونفيتور ديال الفريز، عمرتهم بالكونفيتور ديال الفريز. الكونفيتور كيبقى على حسب الذوق، اي واحد اي نوع بغيتو ديرو، اي نكهه، حتى نسالي الكميه كلها من الكونفيتور على حسب الرغبه اللي بغيتو. ها هما لي المخيمرات ديالنا كيجيو على هذا الشكل. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم ديروا جيم